من اكتر الاكلات اللي بتوحشني في رمضان وبفتقدها دايما هي الكريب، والمكان ده من اكتر الاماكن اللي بحبها. انا بحب مكانين في مصر، المكان ده ومكان تاني. فانا النهارده هاجي اقول لكم على اكتر 3 كريبات باكلهم من عنده، واكتر حاجه بتميز المكان ده بالنسبه لي هي اللقمه. بعد اللقمه بيميزوا الجبنه والانجريدينتس النظيفه. ودي اول كريبايه هنجربها، وهي مصر والسودان، وهي كريبايه سبايسي زي علاقتنا بين مصر والسودان كده. وهي كريبايه هم اللي بيعملوها من الالف للياء، العجينه هم اللي بيعملوها عندهم. وتاني حاجه الستريبس او الفرايد تشيكن زي ما هم بيقولوا عليها هم اللي بيعملوها عندهم، وكمان بيحطوا رانش وبافلو صوص، بس مش هم اللي بيعملوها عندهم، دول جايبينه جاهز عادي. وفيها روز بيف كمان. بص خلي بالك، هو الستاندر عندهم في اللقمه ان هي تبقى طريه، بس انا بحبها مقرمشه فطلبتها مقرمشه. فانت اللي انت عايزه قوله له وهو يعمله لك. تعال ندوق. والله يا جماعه مش هتكلم كتير، بس هي اللقمه حلوه قوي، الجبنه نظيفه قوي. الستريبس ده انا طلبت منه ان هو يعمل وجبات، هو اللي بيعمله عنده بجد قوي 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 قوي. الصوص حلوه والكريبايه متكامله. وعلى فكره هو عنده عروض، بس انا ما جبتش عروض خالص، بس هو عنده عرض ان انت تاخد الكريبايه دي ومعاها وافل وفي كولا برقم زهيد كده، مش هقوله لك يعني، انت بقى خش اسالهم فاهمني. هنفصل بين الكريبايه الاولانيه والكريبايه الاخيره بواحد وافل. ايوه هنحلي زي ما ايوه انا هحلي بين الحادق والحادق، فعامل واحد وافل. الوافل ده على فكره مش انا اللي طالبه، هم ادولي هديه. فتعالى ندوق. بص هو شكله مغري، تعالى ندوق يا وجع القلب. بص هي مش نوتيلا، وده احلى حاجه في الموضوع يعني، هو براند مصري بس هي احلى من نوتيلا بكتير بكتير. انا بتلعثم من الحلويات اللي دخلت في بقي. بص بقى الكريبايه دي اسمها ام كلثوم، دي بالنسبه لهم رقم واحد في المكان. هم بيعملوها بيكلفوها قوي يعني، هم بيحطوا فيها صدور فراخ وبيحطوا عليها سلامي وبيحطوا عليها جبنه كيري كتير على حسب ما هم قالوا. انا كده كده هصورها. وبعدين هو ما بيحطش عليها صوص خالص غير كاتشب ومايونيز. انا عن نفسي ما بحبش الكاتشب والمايونيز، بس هو قال لي خدها زي ما هي، جربها وقول لنا رايك فيها. بص كريبايه كاس عالم مش كريبايه، بص عامله ازاي والله حلوه قوي. ودي هو عملها لي طريه، قال لي جرب اللقمه الطريه كده وقول لنا رايك. فتعالى ندوق. هو انا اكلت جبنه كيري معاها فراخ وسلامي، بجد هي حلوه قوي 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 قوي. مش عايز اقول فيها كلمات، بس هي الفراخ حلوه واللقمه حلوه والجبنه الكيري الكواليتي بتاعتها حلوه والسلامي جميل. هو الناس جميله والمكان جميل، وجربوها هتحبوه يعني فاهمني. بس كده يعني، ده يثبت لكم ان هو مش اعلان، انا مبسوط. بس كده ده كان ريفيو على السريع، كان معاكم هوبا. جربوه هتحبوه. هكتب لكم العنوان عشان انا مش حافظه، باجي على اللوكيشن.